فلما انت تطبق الاتنين دول مع بعض بنسبه 100% انت هتغرق. ده بارت 3 من سيريس. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ان الماركتنج ليه قواعد ثابته. لو انت بتتعلم ديجيتال ماركتنج اوعى تعمل الغلطات دي، ان انت تروح تتابع كل الكرييتورز اللي بيتكلموا عن الماركتنج، لان انت كده غالبا مش هتتعلم ولا حاجه، انت كده اصلا بتغرز نفسك في حفره مش هتعرف تطلع منها. عشان ابسط لك الموضوع، الماركتنج من المجالات اللي فيها منهجيات كتير وفيها مدارس كتير. يعني ممكن انت تتابع كرييتور ماشي بمنهجيه معينه، وممكن تروح بعديه تتابع كرييتور ماشي بمنهجيه ثانيه، والاثنين صح ما فيهمش حاجه غلط، بس دي ليها كيسز معينه وليه ليها كيسز معينه. انت تروح تتعلم من الاثنين وتبقى عايز تطبق اللي ده بيقوله واللي ده بيقوله، وبعد فتره هتلاقي نفسك حاسس ان انت مش بتتعلم حاجه في الماركتنج، وان انت المجال ده مش مجالك، وان انت بتفشل فيه، بس اصلا عشان انت غرست في الحفره اللي 90% مننا بيقع فيها وهو بيتعلم. فانا نصيحتي ليك ان انت محتاج تمشي ورا منهجيه واحده بس، وتتابع كرييتورز بيتكلموا في منهجيه معينه محدده، وتروح تطبق المنهجيه دي على الكلاينتس اللي انت هتبتدي تشتغل معاهم. وبعد ما تطلع منها نتائج انت فعلا هتقدر تحكم المنهجيه دي ناجحه ولا انت محتاج ان انت تغير المنهجيه دي وتشتغل بمنهجيه تانيه.